السلام عليكم ليكيب. 3 اللي فاتت لعبوا زوج لي ماتش تاع نصف نهائي كأس الجمهورية. هاد المباراتين صراو فيهم بزاف أعمال فنية من الألتراس، والبداية بمباراة مولودية البيض ضد شباب الوجداد في ملعب ميلوداد في بوهران، أين قامت ألتراس فاناتيك راتس بدخلة لاتينية عبارة عن أنيماسيون باستعمال سموك الأحمر والأبيض الذي يرمز إلى ألوان النادي مع رفع البوندرول. هذه الدخلة اللاتينية كانت بزاف شابة وأعطت صورة جميلة للفيراج بالوزدادي. وفي الدقيقة 62 كالعادة قامت الفاناتيك بكراكاش كبير ألهبوا فيه الفيراج، والشي اللي خلى الكراكاج يكون شباب بزاف هو توزيع البيك فلاغ والبوندرول في الفيراج. صراحة أجواء خرافية صنعتها ألتراس فاناتيك راتس في ملعب ميلودهد في بوهران. في الجهة المقابلة كان تنقل أنصار مولودية البيض إلى وهران جد معتبر رغم بعد المسافة بين الولايتين، أين صنعوا أجواء حماسية في الفيراج الخاص بهم. المباراة انتهت بفوز شباب الوزداد بهدف مقابل 0 من توقيع اللاعب عبد الرحمن مزيان، وبهذا الهدف تأهل الشباب إلى نهائي كأس الجمهورية، حيث بعد نهاية المباراة كان الاحتفال كبير بين اللاعبين والأنصار، فهنيئا لشباب الوزداد وحظ أوفر لمولودية البيض. المباراة الثانية جمعت بين اتحاد الحراش واتحاد العاصمة في ملعب 5 جويلية بالعاصمة، أين قامت مجموعات المنعرج الشمالي العاصمي فيراج نورد الجيرواز المشجعة لنادي اتحاد العاصمة بدوبل تيفو كوريغرافي. الأول حمل جملة الإرادة غير قابلة للكسر من أجل الهدف الذهبي، أما الثاني جسدوا فيه شخصية لاعب للنادي حاملا في يده كأس الجمهورية مع جملة الإرث تماما مثل الذين سبقونا، بمعنى أن كأس الجمهورية هي إرث الفريق من قديم الزمان وليست جديدة على الفريق. وفي الجهة المقابلة رفعت ألتراس كومباتيفا تيفو كوريغرافي تضمن كلمة المجد في الأعلى مع قبعة المحارب على الطرفين، وفوال مضمونه دائما من نصيب المحاربين الذين يستحقونه. وبعد إنزال التيفو ألتراس كومباتيفا ألهبوا المدرجات بكراكاج رائع. وفي الدقيقة 31 ألتراس كومباتيفا تقوم برفع تيفو ثاني جسدوا فيه صورة الراحل دحمان الحراشي وهو شيخ من شيوخ الشعبي مع جملة يا مت الخير مازالهم جايين مع كراكاش باستعمال ستروبو.
وبعدها قامت أوتراس كومباتيفا بكراكاج باستعمال سينيال ألهبوا فيه مدرجات ملعب 5 جويلية. صراحة أجواء خرافية صنعتها أوتراس كومباتيفا رفقة أنصار اتحاد الحراش. في الجهة المقابلة قامت مجموعة ليزينيونيس الجيروا بكراكاج باستعمال السينيال أيضا ألهبوا فيها المنعر الشمالي، والأجواء كانت غير عادية في المنعر الشمالي العاصمي. بعدها قامت مجموعة ليزينيونيست الجيروا برفع رسالة تنعي في وفاة نبيل عضو أولتراس داي بويز الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض الخبيث، عافانا الله وإياكم. في لفتة إنسانية صادقة استحضرت مجموعة ألجي أوفندر ذكرى يحيى أحد أعضاء أولتراس كومباتيفا الذي وافته المنية الموسم الماضي، رحمة الله عليه. كما رفعت مجموعة العاصمة رسالة استنكرت فيها قرار هدم ملعب عمر حمادي ببلوغين، ووصفت الخطوة بأنها خيانة موصوفة لذاكرة الفريق محفورة في وجدان المدينة. تضمنت الرسالة هدم ملعب بلوغين خيانة للفريق وللمدينة. المباراة انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف مقابل 0 عن طريق ضربة جزاء سجلها عليلات في الدقيقة 105 من الأشواط الإضافية. فهنيئا لاتحاد العاصمة وحظ أوفر لفريق اتحاد الحراش في سباق الصعود. وفي الأخير هذا كل ما ميز مباراتي نصف نهائي كأس الجمهورية. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو ونلتقي في فيديوهات أخرى. سلام.